السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، زي حضراتكم يا رب دايما تكونوا بألف خير. ده الجزء الثاني من الفيديو اللي عملناه قبل ده على طول، اللي هو بتاع حلل الجرانيت والسيراميك والتيفال. ناس كتير جدا دخلت لي تعليقات، قولوا لنا ازاي نحافظ على الحلل ديت، خصوصا لو عروسة متجوزة جديد وعايزة يعني اسيب الحلل دي تقعد معايا فترة طويلة جدا من غير ما يجرى لها اي حاجة. خصوصا بقى ان الايام دي الاطقم دي بقت اوفر جدا، اسعارها غالية جدا. فمن يعني المستحب او اللي انت مثلا تقدري يعني تحافظي على حاجتك كويس بخمس خطوات. ازاي بقى بخمس خطوات؟ احنا اتكلمنا على موضوع الحلل وانهي حلل نجيبها وايه الفرق بين التيتانيوم والتيفال في الفيديو السابق اللي قبل ده على طول، موجود ان شاء الله على القناه. لو انا هتسالوني هتجيبي ايه من الاطقم دي كلها، اختار ايه انهي اطقم اجيبها؟ الاستانلس ده اساسي معاكي في الاطقم. بعد كده تقدري تختاري الجرانيت، برضو اساسي معاكي. تقدري تختاري بقى بين التيتانيوم والتيفال لو انت حابه تجيبي من اي واحد منهم، تمام. بس احنا زي ما قلنا التيتانيوم يعني بيستحمل اكتر من التيفال بمرور الوقت، يعني بمرور السنين. انت حضرتك معاكي فلوس تجيبي الاربعه اطقم، براحتك. مش معاكي يبقى يفضل، احنا قلنا الاستانلس، بعد كده الجرانيت، بعد كده تختاري تيتانيوم او تيفال. تمام كده. انا من وجهة نظري الشخصيه، ودي طبعا ممكن تحطها في وجه الاعتبار لحضرتك او ما تحطيهاش، براحتك. يفضل ان انت تجيبي لبنتك طقم حلال الالمونيا. طب انا مش عايزه اجيب حلال الالمونيا، براحتك. بس انا عن تجربتي، وعن انا بفرش العرايس، وان هي هيبقى الطقم ده مستقبلا ليها موجود، هتنفعها جدا. انا بنصحك تجيبي لها طقم قلمون. تقدري تختاريه بين اللي هو بيد او الشاورما. تمام كده. تقدري برضه تجيبي الطقم اللي هو مش كتير، يعني ممكن تقدري تجيبي الطقم فيه الشاورما 8 قطع، وفي اللي هو بيد فيه منه 5 قطع بس، مش 8. يعني تقدري تجيبي الحجم الاقل، خصوصا طبعا ارتفاع الالومنيا زادت جدا الايام دي، فممكن تجيبي طقم مش كبير، طقم صغير بس هينفعها جدا بجد. الالومنيا دي عملي جدا يا جماعه، عملي في كل حاجه. تمام. وزي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق، ما تنسيش الصواني الالومنيا، لان هي اساس البوتاجاز، اساس الفرن، هي الصينيه الالومنيا. طيب احافظ ازاي بقى على الحلل، سواء جرانيت او تيفال او تيتانيوم؟ اول حاجه، احنا قلنا اول ما تيجي تستعمليها لازم تحطي نقطه زيت في الصينيه او الطاسه او الحله، وبمنديل او قطنه، وتمسحي الحله تماما كله، لان احنا بنعمل طبقه عزل بين طبقه الرش وبين الحله عشان نستخدمها ويبقى استخدامها امن. دي اول نقطه. ولما تسخنيها على نار هاديه، خدي بالك من النقطه دي، اطفي النار واسيبها على البوتاجاز لما تبرد، وركزي معايا في كلامي. وبعد كده هغسلها وهي بارده، مش وهي سخنه. تاني نقطة، النقطة التانية اللي هي ان انا لما باجي استعمل الحلل ديت ما استعملش اطقم التوزيع الاستانلس، وعشان كده ناس كتير جدا وعرايس كتير جدا الفترة دي ما عادوش بيجيبوا اطقم التوزيع الاستانلس، خصوصا ان هي سعرها بقى اوفر جدا، وكمان هي اساسا بتجرح الحلال، فعشان كده ناس كتير جدا ما عادش بتجيبها، كله بيستعمل السيليكون والخشب. ممكن تجيبي قطعتين فرداني تحطيهم في الدرج مع المعالق عادي جدا لو انت عايزه تستعملي منه. تمام. الحاجة التانية، ما تستعمليش سلكة مواعين في الحلل اللي زي دي. ما تستعمليش سلك خالص في الحلل دي، استعمليها سفنجة. تمام. ادي النقطة التانية. النقطة التالتة، ان حضرتك لما تيجي تسخني الحلة دي وتشيليها من على البوتاجاز تحطيها في الحوض مباشرة من سخن لساقع، ده بيبوظ طبقة الجرانيت او السيراميك اللي موجودة في الحلة. ده غلط جدا، ممنوع ان انت تاخديها سخنة وتحطيها في البارد على طول او في الساقع على طول زي في الحوض. سيبيها لما تبرد وبعد كده تغسليها جدا، ده هيحافظ معاكي على الطبقة بتاعة الرش بتاعتها. النقطة اللي بعد كده، ان انت ممنوع تستعملي الحلل ديت في غسالة الاطباق. غسالة الاطباق مش مجهزة للحلل دي، وكمان الحلل دي مش مجهزة لغسالة الاطباق. الناس اللي بتقول لك لا بحطها في الغسالة مش بيحصل لها حاجة، الطقم اللي هيقعد معاكي 10 سنين، تمام، مش هيستغرق معاكي سنتين، مش هيقعد معاكي سنتين. فعايزة تحافظي على الطقم ده لمدة 10 سنين واكتر معاكي، يكون كويس ونضيف وما يقشرش معاكي، استعملي زي ما بقول لك كده بالظبط، ومشي على الخطوات دي ان شاء الله هيبقى معاكي زي الفل. بعد كده النقطة، لما تيجي تستعملي الحلة، استعملي الحلة اللي هي على قد طبختك، يعني مش لازم لما اكون مثلا بعمل شوية رز صغيرين اعمل في الحلة الكبيرة، ده غلط جدا، لان المساحة الفاضية بتاع الحلة بعد الرز طبعا من تسخينها كتير بتبقى برضه غلط عليها في الحرارة الجامدة.
كمان تختاري درجة حرارة النار، يعني إيه؟ يعني مثلًا أنا باعمل حبّة أكل في حلة صغيّرة، ف باقوم حاطّة في حلة صغيّرة على نار صغيّرة، ما استعملش النار العالية، عشان النار العالية طبعًا برضه هتحرق لي الحلل، وخصوصًا لو أنا كنت جايبة طقم إيده باكلايت، الإيد الباكلايت اللي هي قابلة للاشتعال مع النار، اللي هي بتعمل ريحة ديّة، وبالتالي بتبوظ منِّك، عشان كده بانصح أي أم من الأمهات بتجهّز لبناتها دايمًا اختاري الحلة اللي إيدها منها فيها أو اللي إيدها stainless، آمنة جدًا، وكمان ما بتسخنش كمان، وغير كده كمان ما بتتكسرش معاكِ بمرور الوقت. في نقطة كمان عايزة أقولها لحضراتكم عشان ما انساهاش، لمّا باجي أشد الحلة على على البوتاجاز وعايزة أنقلها من على عين لعين، ما ينفعش تجريها، ما ينفعش تشدّي الحلة من على النار من نار معيّنة للنار التانية وأجُر الحلة كده على حوامل الظهر بتاعة البوتاجاز، ده غلط جدًا برضه بيبوّظ الحلل، انقلي من هنا لهنا على طول. يا رب أكون فدتكم، ده الفيديو التاني في موضوع الحلل التيتانيوم، لأن ناس كتير جدًا سألتني عن الموضوع ده، كل ما أروح مكان يقول لِك أجيب أنهي طقم، أستعمله إزاي، خايفة أستعمله، الطقم بقى من 18.000 و20.000 يعني سعره بقى غالي جدًا، أحافظ عليه إزاي؟ قُلت رديت على كل أسئلة حضراتكم، يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسعادة، ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة، وكمان لو في أي أسئلة عند حضراتكم تقدروا تكتبوا لي على الصفحة إن شاء الله هارُد عليها، دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.